ايه؟ انتوا جيتوا تهجموا عليا في بيتي؟ بيت مين يا ام بيت؟ هو انت صدقتي ان ده بيتك يا بيت؟ فين ابني؟ فين عبده؟ يا عبده يا عبده! عبده نايم يا حبيبتي وماش هيصحى دلوقتي، واللي عندك اعمليه. بقول لك ايه يا حبيبتي، لمي نفسك بدل ما لمك. ده انت بتمد ايدك بقى. ايدك جنبك لا ندمك عليها. انت عبيطه يا بيت؟ يعني ايه عبد نايم ومهما تتكلموا مش هيصحى؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ ايوه انا عايز افهم بقى النقطه دي يعني. مالكش فيه، خد مراتك الحيزبونه بتاعتك دي واطلعوا بره. ليه ونص ودول بقى ولادي، واللي عندك اعمليه حلوه واقفه معوجه يا بيت واتكلمي عادل كده يا بنت بتكلمي حماتك اللي هي في مقام امك. اللي عندها هعمله ومش هيعجبك. احنا نعمل حاجه حلوه دلوقتي. وقت بعد اذنك اتفضلي. سمحتي نقفل الباب كده عشان الجيران ما تتفرجش علينا، عشان شكلي مش هتجوزك. وانت بقى يا حاجه عايزين نشوف ابنك ليه عشان نعرف الحوار ده. خش صحي ابنك يا حاجه. انده ابني يا سوسه. لما تخش تصحيني خش يا حاجه انت. انا هندهله. تعالي كده يا خالتي يا ايه ده؟ في اما انت جيتي امتى؟ هو انت لسه فاكر امك؟ انت جيتي امتى؟ انا عمال ادور عليك وبرن عليك تليفونك مغلق. تدور عليا؟ الله. ما سالتش ازيك مراتك الزعالة عامل ايه؟ الحيزبونه ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما سالتش مراتك كانت بتعمل فيا ايه؟ حيزبونة ايه وبتعمل فيك ايه؟ ياما انا مش فاهم حاجه. يا استاذ مراتك. عبده، مراتك خليتك رميت امك في الشارع، وانا انت مش فاكر حاجه ولا ايه؟ اللي انت بتقوله ده انت فاكر ازاي كده؟ نفسي. مين ده اللي رمى امه في الشارع؟ انت بتقول ايه؟ اه والله وجيت لمراتك. انا اسال امك. ايوه يا انا عملت كده ياما؟ رمتني وطردتني. هو قلت انت لها مش عايزه اشوف بتمثلوا وشك خمر كده في خفيه ولا ايه يا البيت. جدعان؟ بقول هم لك. مين اللي رماها في الشارع؟ انا مش قلت لك ابني ما يعملش كده؟ ابني مش دريان باللي بيعمله. هو انت مش فاكر بجد انك طردت امك؟ يا عم انت بتهزر. أنا- فيها علي. انا بتكلم بجد. يعني ايه بتتكلم بجد؟ هو انت لو مسكتني بتتكلم بجد بدراعي. انا هرمي امي في الشارع؟ مسكتني بدراعي وزقتني بره الشقه. اه والله. قلت لها مش عايزه اشوف وشك ياما. ياما بتقطع ايدها قبل ما تعمل كده. طب استاذن انا بقى. هو رايحة بالظبط فين؟ مش فاهم حاجه. اقفي يا أستاذ عشان تشوف عبد. اخر اللي عملتيه. مرات حضرتك بتقول ان انت كنت نايم ومش هتصحى اصلا، يعني مهما كنا عملنا انت مش هتصحى، ففي سر عندها بيخليك تعمل حاجات انت مش متوقع انك تعملها وانك غير مدرك اصلا بيها. في ايه بقى؟ سر ايه وبتاع يا جدعان؟ مش هو احنا فاهمة في فيلم هندي؟ ما تسال مراتك. مراتك وانت مش هنا كانت بتشغلني وتذلني وتهني وتقول لي انت لو قلت لابنك انا هعمل فيك واسوي. مراتك قدامك هيسالها، خليتك تعمل حاجات انت مش دريان بيها. انا مش قلت لكم ابني ما يعملش كده؟ صح اهو. صح. اللي كان في دماغي فعلا هو طلع صح زي ما حسبتها بالظبط. هو ايه اللي في دماغكم يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه خالص. والله مش فاهمه هما بيقولوا ايه اصلا. انت سوسه. ياما ازاي انت مراتك واحدة اللي عقربة. وحش وبتعامل خدامه؟ ازاي مراتك تعمل كده؟ واهي اسالها، لو انا كدابه تكدبني. كده بقى في حاجه بتتعمل لك بتخليك مش داري بنفسك. الله اعلم بقى مراتك بتعمل لك ايه. بتخليك تديك منوم وتخليك تعمل كده، ولا عامله لك عامل؟ لا ولا المنوم ما بتاع. يعملش كده. ولا ايه دي؟ ما ترد يا انا مالي. صح احنا مالنا احنا. يلا شوف مراتك اسالها، محدش يغلطني في قول حاجه. لها بتعملي كده في امي ليه؟ طب بقول وازاي انا اطرد امي من قلب شقتي؟ طب احنا نتكل على الله. يلا بره مع انا السلامه. ومراتي بره. وانت شوف موضوع امك ده. كلم الراجل ليه كده؟ لا اصل دي مش جاي تهجم عليا في بيتي. ده مش اول مره. ده انا جيت هنا اسال عليك. بيتك. ده انت بجحة. هزقتني وطردتني وطلعت استاذ عبده عشان موضوع امك. امك كانت قاعده عندي في البيت بقى لها اسبوع. مراته خدتني واكرمتني في بيتها. فيعني انت كنت بتحط لي ايه في العصير؟